السلام الله عليكم خوتي المغاربه والمغربيات. معكم مغربي في المانيا. ضرباتني النفس على البلاد وصافي بغيت نخرج بشي ميساج فهمتيني فيديو وكذا وهادي تلقاو صافي وصل لي هذيك ما وصلش هذيك. حنا المهم الحمد لله بوجه مكشوف كنهضروا داكشي اللي في قلبنا في لساننا فهمتيني. انا عايش في المانيا وبغيت ندير واحد الكومباريزون صغيره ما بين المواد الغذائيه اللي في المهم المواد الاساسيه اللي في المانيا كنستعملوها كل نهار واللي كيستعملوها المغاربه في كل نهار. مثلا قرعه الزيت هذه فيها ايترو، هذه كتجيبها المانيا من اوكرانيا، ودابا كاينه الحرب ما بين اوكرانيا وروسيا. في الاول كان داير 99 سنت يعني 10 دراهم مغربيه. وسط الحرب لاكير نايضه وشحال زادوا فيها اورو واحد يعني زادوا فيها 10 دراهم ولا دايره ايترو شحال الزيت روميه كيما نقولوا حنا زيت تاع القليان والى اخره دايره اورو 99 يعني نقولوا حنا 20 درهم. هذه حيدناها رخص من المغرب. زيت العود هذا زيت العود ايترو شحال داير 3 اورو و 99 يعني 20 درهم. ايترو الحليب شحال داير هذا داير 89 سنت يعني يقول شي 180 ريال. ماطيشه هذه ماطيشه مصايبه في المغرب. جايه حتى لالمان شحال دايره كيلو داير اورو و 60 سنت يعني شي 170 ريال ولا 160 ريال. وفي المغرب اللي خاسرين على مطيشه بزاف الفلوس والجو وكل شي كاين. مسيرت انا لوروب كتتباع بنص الثمن على المغرب. علاش؟ انا خرج بميساج ضربتني النفس على ولد البلاد وبنات البلاد. علاش؟ والديا في المغرب، العائله ديالي في المغرب. كنشوف راسي انايا بنادم طلع هنايا ريسكا بحياته في الاوروب باش يصوفي والديه. الحمد لله بنادم ساهل عليه الله وخدام وكذا وهادي وكل شهريه كيعاون والديه بشي حاجه صغيره. يعني اللي مشات في الوالدين راه مشاتش في الخلا كيما تيقولوا المغاربه. وملي كتخرج معاك 100 درهم 200 درهم ما كتوصلش ليك ميم با ايترو زيت روميه زيت العود الحليب وشويه ماطيشه شويه بطاطا وشويه بصله وشويه ربيع. حتى اللحم ما تجيبوش. اللحم هو الاخر. اللحم ما نهضروش عليه. اللحم هنايا رخيص. عندنا كيلو تاع اللحم هنايا شحال داير ما واصلش 90 درهم. تما واصل 100 درهم 120 درهم. علاش هادشي كامل؟ علاش؟ على والو. باغي نزيدوا للناس في المواد الغذائيه زيدوهم في الصالير كما كيديروا هنايا. هنا في الالمان نهضر لكم في الالمان ما عندهم والو. عندهم غير الصناعه كيصايبوا غير الطوموبيلات وعندهم السيستم تاع الضرائب باش كيعرفوا يقطعوا الضرائب وصافي. يعني يقتلوك بالضريبه يسخفوك يجريو معاك الماراطون. الضريبه تخلص هادشي باش عايشين. ما عندهم لا حوت لا فوسفات لا حشيش لا بطاطا لا المهم لا خضره لا ديسير لا فواكه لا والو. عايشين غير بالصناعه والضرائب. يعني الشعب كياكل من الشعب. الا زادوا لك في اطرو الزيت كيزيدوك في الصالير بابا كيزيدوك في الصالير. واحد العام هنايا في المانيا زادوهم ميم با 40 سنت يعني بحال قلتي 80 ريال مغربيه. زادوا لهم في ليسانس. شنو داروا لي زالمو؟ شنو داروا الالمان؟ خرجوا كاملين لوطوروت لوطوروت يعني بالاوطوبان. المهم الاوطوبان بالالمانيه لوطوروت وقفوا الطوموبيلات ديالو. جاو الصحافه والروينه والترونات القضيه ما ضرباتش الساعه نقصوا من الثمن اللي زادوا فيه ونقصوا 50 سنت من الثمن اللي كان قبل من يزيدوا. يعني نقصوا 50 سنت 100 ريال نقصوها. علاش؟ حيت الشعب واعي. هنا فين كاين الوعي. يعني بنادم الا بغى يدير شي احتجاج دير اخويا خرج دير ديمونستراسيون هادي فهمتيني. دير باغي تخرج سير هذا ولكن بطريقه حضاريه كيما داروا هذا. ما خرجوا ما هرسوا ما سبوا بوليس ما سبوا دوله ما والو. شنو هو دار؟ خرج طوموبيلتو حطها في لوطوروش تنقصوا لي في ليسانس نطلع نديماري نجي لداري تبارك الله. ما تنقصوش ليا راني واقف هنايا تديروا معايا تاويل. ما ضرباش الساعه نقصوا لهم في كل شيء. صراحه انا بقى في الحال اقسم لكم بالله انا عارف الزياده كاينه في العالم كامل وكل دوله وعندها السباب علاش كتزيد في المواد الغذائيه. ولكن المغرب راه بزاف اصاحبي. راه الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. وشوف ما تستغربوش ما يجيكمش زعما بيزار الناس كتريسكي مع ولادها وعيالاتها ومع باه ووالديه في زودياك ولا في باطيره.
حيت ما بقى والو، ما بقى والو، ما كاين والو، ما كاين والو. حنايا تغربنا حنا على والدينا وعلى بلادنا. علاش؟ باش نصوفيو راسنا، فهمتيني، ونحسنوا من الوضعيه ديالنا ونعاونوا البلاد. حنا ماشي زعما كنخرجوا للغربه هنايا باش نكرهوا بلادنا، لا بالعكس، حنا كنطلعوا الضراب تاع البلاد. واخا حنايا البلاد ما عطاتناش حوايج بزاف، واخا حنا بغينا نعطيو وهي ما عطاتناش، كنجيو لوروب كنزينوها، كنهضروا عليها غير بالبوزيتيف، كنصحوا الناس تمشي تزور اكادير، مراكش، كازا، فاس، باش نزيدوا في الاقتصاد ديال البلاد. كندخلوا اللورو للبلاد، كنصيفطوا اللورو كل شهر، فهمتوني؟ علاش اخويا؟ هادشي راه بزاف، راه لا حول ولا قوه الا بالله. اللي كتشوف نتايا المغرب، العالم الثالث لافريك، عنده المواد الغذائيه غاليه على المانيا وعلى بلدان اخرى اوروبيه، راه ما بقى ما يتقال، راه ما بقى ما يتقال. علاش هذا اش نقولوا عليه؟ هذا نايض فيه الحرب. هذا كانوا كيجيبوا من اوكرانيا وفيها الحرب، وما زادوش فيه ميم با 160 ريال ولا 10 دراهم. هذا تا هو كذلك زيت العود، زيت العود هذا ايطرو، ما زادوا فيه والو. الحليب، ماطيشه، كلشي. شوف هنايا المعيشه ارخص من المغرب، وكتخلص احسن من المغرب بزاف وبزاف. يعني صراحه هذا الميساج هذا بغيت يوصل للناس المسؤولين، وراعيو شويه وعرفوا راه الناس المغرب راه فيه وفيه. ما يغركمش دوك صحاب دوك الانفلونسر تاع انستغرام ويوتيوب وفيسبوك، راه كاينين الناس راه بزاف. راه كاين اللي كيتغدى ما كيتعشاش، وكاين اللي كيفطر ما كيتغداش، ولا تغدى ما يتعشاش، ولا تعشى راه ما تيفطرش. خذوا بعين الاعتبار، فهمتيني، وديروا والله يرحم لكم الوالدين لما نشوفوا من حال الناس اللي ما في حالهمش. اما حنا راه ما عندنا ما نخسروا، زيدوا في كلشي. حنا اصلا كنهبطوا غير باش نانفيستيو في البلاد، كنهبطوا كنفوجوا على راسنا وعلى والدينا، وكنهبطوا معنا الكور باش هما يعرفوا البلاد هذه وينفيستيو شويه في التوريست والبلاد تزيد لقدام. ولكن راه كتهرسوا هادشي، راه كتهرسوا كلشي. راه هذاك الشيء اللي كيصايبوا الملك الله يخليه لينا والله ينصرو لينا، راه كيجي واحد ماتش منين جاي باغي طامع، فهمتيني، كرشو كبيره تيهرس كلشي صراحه. وهذا الله، وتحيه للمغرب، وديما المغرب، وحنا راه المغرب، ونهار المغرب وقف علينا غادي يلقانا. النهار تكون شي حاجه وتنوض شي حاجه، راه حنا الاولين اللي غادي يخليو كلشي هنايا، اللي غادي يخلي ولادو في الالمان، ولا غادي يخلي ولادو في فرنسا، في بلجيكا، في السبليون، في الطاليان، ولا ما على باليش هنا في ميريكان، ولا في كندا، ولا في فنلندا، ولا في السويد، وغادي يهبط وغادي يهز كلاشنيكوف وغادي يدافع على بلادو وعلى ولادو وعلى والديه وعلى كلشي. وديما مغرب، وديما مغرب، وديما مغرب، وعاش الملك.